أسوأ نوع امتحان ممكن تقابله في حياتك، ليالي الفاينل وايامها. والله ركز معايا في الكلمتين دول عشان مهمين. طبعا ما فتحتش الماده من اول السنه، الحل في الفيديو ده، كوبايه قهوه جميله ويلا بينا. عمر احمد بيقول لك ايه، موضوع ما فيش ابسط منه، ما كنتش بذاكر غير في اخر شهر والحمد لله عمري ما نزلت عن جيد جدا في اي ماده. تريكات في الشهر ده هتفرق معاك في التقدير. اول حاجه وقبل اي حاجه، وده اللي هيحدد معانا شكل المذاكره بتاعتك في الشهر ده هيبقى عامله ازاي، هتشوف الامتحان بتاعك مقالي ولا بابل شيت ولا الاثنين. في ناس بتجيب لك امتحان 50% 50%. حددنا نظام الامتحان. الخطوه الثانيه، هتروح تجيب كل الامتحانات السابقه اللي تقدر تجيبها من الدفعات اللي قبل كده في الماده بتاعتك. مهم جدا. هتجيب جدول الامتحانات كده قدامك. هنعمل خطه دلوقتي. اتقل مواد هتحطها كده قدامك وتشوف قبلها كام يوم في الامتحانات. عدد الايام اللي بيبقى قبل كل ماده في الجدول ما يتحسبش. هتشوف بدايه الامتحانات امتى، وليكن مثلا في نص شهر واحد، فانت قدامك وليكن 30 يوم على 6 مواد. تظبط الحسبه بتاعتك وتسيب ايام للمواد التقيله، 5 ايام مثلا، 6 ايام لاتقل ماده عندك، والباقي بقى 3 ايام 4 ايام. هنعمل فيهم ايه؟ زي الشاطر زي ما قلنا، هتجيب الامتحانات السابقه تحطها قدام. ما تجيبش الحل من اي طالب زيك، هتحل الامتحان من الذكاء الاصطناعي والادوات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده عشان تبقى الحل بتاعك موثوق منه. الامتحان بتاعك لو بابل شيت فانت لازم تجيب الكتاب تقراه قرايه كامله من اوله لاخره، وتركز في الحاجات اللي هي ممكن تجي لك صح وغلط وايه اختر والكلام ده. طب لو مقالي، هتخش على جروب الدفعه بتاعتك، هتشوف الراجل الدحيح بتاعك اللي بينزل الملخصات على الجروب، هتخش تكلمه معاك ملخصات تاني طلعها علشان محتاجينها. ليدر الدفعه، دحيح او دحيحه الدفعه، المهم تتصرف في الملخصات بتاعت الماده عشان مفيش وقت ان انت تلخص. حضرتك خلاص انت بتلعب في الوقت الضايع كده، مفيش وقت. هتجيب الملخصات الجميله بتاعتك وتقعد تقراها كده، ضمنت المقال. طب لو الامتحان بابل شيت ومقال الاثنين، اسوأ نوع امتحان ممكن تقابله في حياتك. مش عايز اقول لك هتذاكر ازاي، تقرا الكتاب وتجيب الملخصات الاثنين، لان انت مش هتعرف تذاكر وتحفظ وتفهم من الكتاب ولا ان انت هتلحق تلخص، فتجيب الاثنين وتذاكرهم. كوبايه قهوه وساعتين جد وخلص الكلام. الموضوع بسيط، ما تكبروش على نفسك. طيب لو الامتحان عباره عن مسائل ورياضه وجداول واحصاء والكلام ده، هنعمل ايه؟ هتخش تشوف الدنيا ماشيه ايه على الجروب، ولازم تبقى عارف الحاجات الملغيه عشان في احيانا الدكاتره بتلغي حاجات من المواد، فتبقى عارف اللي عليك ايه واللي ملغي ايه. هتجيب المسائل اللي المفروض ان انت تذاكرها. طبعا هتقول لي مش فاهم اي حاجه خالص، هتمسك المساله وتطلع بها على اليوتيوب شرح مساله كذا كذا، وتبدا تشوف الحل بتاعها ايه. مش مهم لو الحل مختلف عن حل الدكتور، المهم تطلع بنفس الناتج. وعايز اقول لك ان مذاكره الرياضه في الوقت ده بتوفر عليك وقت واسهل، بس اهم حاجه تلتزم بالخطه اللي انت هتحطها. كفايه لعب لغايه كده. يبقى كده عشان نراجع مع بعض تاني، هتشوف الامتحان بابل ولا مقالي، هتجيب الملخصات من دحيح او دحيحه الدفعه، تقسم عدد الايام على عدد المواد، ما تنساش كوبايه القهوه وانت بتذاكر الامتحانات السابقه، وتحلها من ادوات الذكاء الصناعي عشان تطلع بنتيجه كويسه، لان الحلول اللي فاتت احيانا بتطلع غلط، فما تغلطش غلطات الناس اللي غلطت قبلك اللي انا بقوله ده. وتعمل لي فولو وكومنت وشير عشان الفيديوهات اللي جايه هتفيدك جدا في حياتك العلميه والعمليه. اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.